عليكم ورحمة الله وبركاته. ده فيديو جديد هنعمل لكم شوية قراميش كده بالجبنة، حاجة خفيفة مش مكلفة. أنا طبعا عملت العجينة على طول، عاوز أقول لكم المقادير بتاعتها. هو نص كيلو من الدقيق، نص كيلو دقيق على معلقة بيكنج باودر، نص كوباية سمنة على زيت، أو ممكن زيت بس يعني نص كوباية، وبيضاية، وهتعجن كويس كده زي ما احنا شايفين. عجينة ما شاء الله، يعني ايه، حاجة كويسة ومش مفيدة، وحاجة بيتي كده أحسن من بتاعة الفرن اللي بره. خليكم معايا وهنشكلها بقى ونوريكم ازاي خبزها ازاي وتقطيعها ازاي، اوعوا تروحوا بعيد. زي ما احنا شايفين كده خدنا قطعة من العجينة اهو، هنبدأ بقى نفردها كيس كده بلاستيك، قطعناه نصين، تبقى عندنا في النص، وعندنا بقى المنشرة هنفرد بقى كده لغاية سمك معين. خليكم معايا، هنبدأ بقى نقطعها ونشكلها. اوعوا تروحوا بعيد، اوعوا تروحوا بعيد. هنرش بقى شوية حبة بركة كده على العجينة نفسها. بعد ما فردنا العجينة كده كويس، سمك معين، سمك مش كبير، سمك مش تخين يعني. ورشينا بقى ايه حبة البركة اهيت زي ما احنا شايفين. وهنجيب برضه الكيسة عشان طبعا نلبس ايه تثبت معانا. هنمشي عليها برضه ايه نشابة كده لغاية اما نثبت بس العجينة. وبعدين نبدأ فتح التقطيع بتاعها. خليكم معانا شايفين كده بقى معنا تاني حبة البركة. نبدأ بقى في تقطيعها. زي ما احنا شايفين كده نخلص الكمية كلها. اوعوا تروحوا بعيد. زي ما احنا شايفين كده ده الشكل النهائي. رصيناه في الصاج، عملنا شوية كده ايه عاديين لم بالجبنة، وده حبة البركة. ممكن نستعمل برضو اي نوع جبنة مبشورة، جبنة روم مبشورة برضو بدل مع حبة البركة. وفي الوصفة كمان ممكن نحط جبنة بيضة أو جبنة موزاريلا، جبنة فلاحي، أي طعم جبنة، بس جبنة تكون مقبولة حلوة مع طريقة العجن. هنخش بقى نخليكم معانا ندخلها الفرن ونوريكم إن شاء الله بعد ما تطلع. خليكم معانا. شايفين ما شاء الله لما طلعت من الفرن، طلعنا بقى الصاج من الفرن ما شاء الله. شايفين الحلاوة، حاجة جميلة كده وخفيفة. عملت معانا كمية كبيرة بصراحة يعني. شايفين ما شاء الله عملنا كل الكمية دي.